والمغاربة، واش كنتوا كتعرفوا حدود بلادكم في البحر وصلت 370 كيلومتر من أعماق المحيط؟ السلام عليكم ورحمة الله. بزاف ديال المغاربة اللي كيسحبوا ليهم أن حدود البحر ديالهم غير داكشي اللي كنشوفوه من الشاطئ، لكن الحقيقة أكبر من هكذا بزاف. واليوم غادي نجبدوا الملفات الكبار ديال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واللي أكدت في جامايكا عام 1982. غادي نشرحوا علاش هذا القانون هو الدستور ديال البحار والمحيطات، وكيفاش كيعطي لكل دولة ساحلية حقها من المادة 55 حتى المادة 75. وجد راسك اليوم غادي تفهم مساحة بلادك في البحر الحقيقية. ونبداو بالمادة 55. هاد المادة هي اللي اخترعت لنا حاجة سميتها مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة. هاد المنطقة ماشي غير كلام، هي مساحة كتحسبها المادة 57 ب 200 ميل بحري، تساوي 370 كيلومتر من أعماق المحيط. وركز معايا في هذا الرقم مزيان، 200 ميل هي بالضبط، نعم 200 ميل بحري هي بالضبط 370 كيلومتر إلى عمق المحيط. كتحسب من خط الأساس، يعني من نقطة الانطلاق ديال البحر من الشاطئ أو من الشط. تخيل معايا 370 كيلومتر من بعد الشط كلها تحت السيادة الاقتصادية اللي هي في ملك الشعب المغربي. هنا غادي تسولني وشنو عندنا في هاد 370 كيلومتر؟ المادة 56 كتعطيك الجواب الصادم. الدولة الساحلية عندها حقوق سيادية كاملة باش تستكشف وتستغل الموارد الطبيعية. هنا ما كنهضروش غير على الحوت، كنهضروا على الكنوز اللي تحت قاع البحر، الغاز والنفط والمعادن النافسة، وحتى الطاقة اللي جاية من الريح. هاد المادة هي اللي خلات الدول كتضارب على كل مترو في البحر، حيث هي المستقبل. والمادة 56 هي اللي عطات الولاية القضائية، يعني القوانين ديال بلادك هي اللي كتمشي تما في كل ما كيتعلق بالبحث العلمي وحماية البيئة البحرية. وأي واحد بغى يدير شي حاجة في هاد 370 كيلومتر خاصو الضوء الخضر من عندك، وباحترام والتزام عدم تلوث البيئة البحرية، واحترام تخريب صغار الأسماك والنباتات البحرية والشعاب المرجانية، القوانين اللي نصات عليها المادة 73. وفاش كيكون البحر قريب لينا كنجيو للمادة 74 اللي كتقول باللي ترسيم الحدود البحرية خاصو يكون بإتقان عادل وبناء على القانون الدولي. أما المادة 75 كتقول باللي هاد الحدود والخرائط والمسح الجيولوجي خاصها تكون واضحة ومسجلة، نعم مسجلة عند الأمم المتحدة باش العالم كامل يحترم السيادة ديالك. هادشي علاش كنشوفوا المغرب مهتم بزاف بترسيم حدوده البحرية، حيث هادشي كيثبت حقنا وحق الأجيال القادمة. إذن 370 كيلومتر هي مساحة ديال القوة والسيادة المغربية. في الحلقات القادمة غادي نزيدو نتعمقوا في مواد أخرى ونعرفوا كواليس أخرى من قانون البحار الدولي.